نزل دلوقتي 4 حلقات من هاوس اوف ذا دراجون، و4 حلقات دول يعني نص الموسم، لان الموسم ده 8 حلقات بس. وقبل ما اتكلم عن الموسم ده عايز اتكلم باختصار عن اللي حصل في الموسم الاول عشان نربط بس الاحداث مع بعضها. والموسم الاول باختصار بيتكلم عن فيسيريس ملك مسالم، وعهده كله ما فيهوش حروب لحد ما بيجي الوقت ولازم يختار ولي العهد للعرش ده واللي هيقعد على العرش من بعده. والملك فيسيريس بيعلن ان رينيرا بنته هي اللي هتبقى ملكة الممالك السبع من بعده، حتى بعد ما خلف ولاد بعد كده ما غيرش رايه، لحد ما بيموت الملك فيسيريس وعيله الترجريان بتتقسم. ولاد الملك شايفين ان هم احق بالعرش ده، ايموند وايجون، والمفروض ان هم اللي يقعدوا على العرش ده. والناحيه الثانيه رينيرا الوريثه الشرعيه اللي ابوها قال لها انت اللي هتقعدي على العرش من بعدي. فدلوقتي عندنا في كينجز لاندنج ايموند وايجون وهيلينا ولاد اليسنت والملك، ومعاهم جدهم اوتو هايتاور هاند اوف ذا كينج يد الملك يعني او مساعد الملك زي ما احنا عارفين. وموجود في دراجون ستون رينيرا وجوزها وعمها في نفس الوقت ديمون، وولادها من ديمون وولادها الباسترز او ولادها غير الشرعيين من السترونج، وولادها غير الشرعيين لوسيريس وجيهيريس وجوفري. وكل طرف بينهم بيحاول يجمع حلفاء عشان لو الحرب حصلت. والوضع دلوقتي ان ايجون هو الملك رسميا والشعب كله حضر تتويجه، والطرفين بيحاولوا ان هم يبقى لهم حلفاء من كل العائلات. فرينيرا بتبعت ولادها الاثنين لوسيريس وجيهيريس للشمال وللبراسيون تحت في الجنوب. جيهيريس بيطلع للشمال ويروح للستارك عشان يفكرهم بالوعد اللي وعدوه ان رينيرا هي ملكة الممالك السبع. ولوك بيروح للبراسيون لستورمز اند عشان يضمن برضه ولائهم ويشوفوا هيبقوا معاه ولا ضده. بس للاسف لما بيروح هناك بيلاقي ايموند خلص الدنيا، وطبعا معاه تنينته فيجار، وطبعا ما نسيش العداوه اللي بينهم. وكان يحصل قتال بينهم بس ملك البراسيون قال لهم عايزين تتخانقوا بره. وفعلا لوسيريس بياخد تنينه ويمشي، بس ايموند ما بيسيبوش، بياخد فيجار ويطلع وراه. وبيحصل اخر واهم حدث في الموسم ان فيجار وايموند بيقتلوا لوك على تنينه بيقطموا. ومن هنا بقى بتبدا احداث الجزء الثاني. وقبل ما اتكلم عن احداث الجزء الثاني عايز بس افرق بين تنانين السود وتنانين الخضر، دول معاهم ايه ودول معاهم ايه. ونبدا بالخضر. رينيرا معاها سايركس وديمون معاه كاراكسس، ورينيس معاها ميليس، وجيس معاه فيرماكس، وبيلا بنت ديمون معاها مون دانسر. والخضر معاهم 3 تنانين بس، ايجون معاه سانفاير، وهيلينا الحالمه معاها دريم فاير. انا حاسس ان اسم التنين واخد منها كده دريم فاير. وطبعا فيجار التنينه اللي مع ايمون، وما ادراك ما فيجار يعني. بس السود معاهم كذا ميزه كده مش مع الخضر، واولهم ان معاهم كذا تنين ما لهمش راكب. هل هنشوف التنانين دي بعد كده؟ ده اللي هنعرفه. وكمان معاهم الاسطول بتاع كورليس فالاريون جوز رينيس ترجريان، وده طبعا اكبر واهم اسطول في الممالك كلها. وطبعا معاهم ميساريا اللي ليها دور مهم جدا في الجزء ده. والخضر معاهم اليسنت اوتو هايتاور اللي عبقري سياسيا وحربيا كمان. وكمان معاهم لاريس وريث عائله السترونج، وهو يعتبر وزير الهمسات واللمزات في القلعه يعني. واول مشهد في الجزء الثاني هو مشهد للشمال. انت اول ما تشوف المشهد ده نوستالجيا بقى، جيم اوف ثرونز هتجيلك في نفس اللحظه. مشهد حلو وذكي كبدايه للموسم الثاني. وفي الشمال بنشوف جيهيريس وهو بيتكلم مع ملك الستارك وبيقول له انت هتوفي بوعدك ولا لا. الستارك طبعا بيوفوا بوعدهم وقال له احنا معاك بس هنبعت لك 2000 جندي بس، لان بقيه الجنود بيحموا الجدار. وساعتها بتحس الشخصيتين كده حاسين فعلا بالخطر اللي موجود. وبعد كده بنعرف ان كينجز لاندنج محاصره سواء عن طريق البحر او الجو. عن طريق البحر بسبب كورليس فالاريون والاسطول بتاعه، هو محصر البحر لا عامل حصار فعلا عليهم. وطبعا في السما رينيس وميليسا عمالين يلفوا كده في الجو شقلباظات، اي حد هيعدي مفيش حد هيعدي. وده اللي العامه بيقولوه لان مفيش اكل والحدادين بيشتكوا، وحتى الخرفان والمعيز بياكلوهم للتنانين. ففي ازمه في كينجز لاندنج. بعد كده بنروح لدراجون ستون بعد ما ميليس ترجع من اللفه بتاعتها. ديمون بيقول لها يلا احنا عايزين نروح هنخرب الدنيا في كينجز لاندنج، واحنا معانا 2 تنانين هنخش على فيجارد نخلص وبتاع. هي قالت له كلمتين، قالت له انت مين؟ الملكه عايزه حاجه هتقول لي، انت مين عشان تكلمني كده؟ بتديهم له يعني من الاخر. وفي نفس الوقت رينيرا واخده جنب كده بسبب موت ابنها لحد ما تتاكد هو مات ولا لا. بعدين بنروح لمشهد مهم جدا لكورليس فالاريون بيكلم حد ان هو انقذه اسمه الين، وتحس ان الكلام بينهم كده ان في صله قرابه بينهم او هم يعرفوا بعض قبل كده. هل الين ده هيستدعوه بعد كده في المستقبل؟ محدش يعرف، بس واضح ان في حاجه بينهم. بعد كده بنشوف مشهد غريب جدا بين الطاهر الشريف كريستن كول والطاهره الشريفه اليسنت هايتاور. معرفش كان عامل لرينيرا انه بتاع تعالي نروح نبيع برتقال في وكاله البلح، انا مش هبقى العاهره بتاعتك، انا مش عارف ايه، تعالي اهربي معايا. وعامل نفسه الشريف والرداء الابيض والرداء مش عارف ايه. فجأة مع اليسنت هايتاور عمالين يهههوا عادي. وفي الوقت ده بنعرف ان اليسنت هايتاور وكريستان كول خلاص كده العفه والشرف وبتاع كله في البطاطس. بعد كده بنشوف المجلس الاخضر متخبط جدا، كله عمال يقول قرارات، كله بيقول قرارات عكس بعضه، تحس ان هم احزاب جوه حزب واحد. وبعد ما الاحداث دي بتحصل رينيرا بترجع وبتقول انا عايزه ايموند
ترجريان، هتقول ايموند، انا عايز راس ايموند. وطبعا عشان ديمون بقى اذكى واحد في اخواته ومش عارف ايه، هيبعت حد عشان يقتل ايموند، وده بمساعده ميساري. قال لها انا هحررك بس قولوا لي الطريقه ان انا ادخل بيها القلعه. والاثنين اللي بيبعتهم ديمون بيدخلوا القلعه بس ما بيلاقوش ايموند، فبيلاقوا ابن ايجون ابن الملك. هل يقتلوه ولا لا؟ وفي مشهد خرافي الام بتصحى وهي اللي بتختار ابنها عشان فعلا ياخدوا راسه، وهيلينا ولا بتصوت ولا اي حاجه. بعد ما ابنها بيموت بتاخد بنتها وبتجري بتروح لامها اليسنت، بس طبعا بتلاقيها بتلعب شطرنج مع كريستين كول. خلاص كريستين كول كده بقى هو واليسنت خلاص عادي بقى في اي وقت. والحلقه الاولى بتنتهي على المشهد ده. الحلقه الثانيه بتبدا بغضب من الملك ايجون وعمال يدمر المبنى اللي فيسيريس قعد طول الموسم تقريبا او طول حياته يبني فيه، اللي هو فيلاريا القديم، قعد يدمر فيه خالص. ودي رساله انه بيقول لك خلاص عهد السلام ده انتهى، وايجون بيدبح كل صياد الجرذان في القلعه كلها. وده طبعا اغضب هاي تاور، قال له انت بتعمل كده ليه؟ كل الناس دي هتغضب عليك دلوقتي. وفي نفس الوقت اوتو هاي تاور بيشغل دماغه، قال لك احنا لازم بقى نستفاد بقى من اللي بيحصل ده، احنا نجيب الابن ونخيط طبعا دماغه وبتاع ومش عارف ايه، حتى اللبس اللي كانت بتعمله هيلينا امه اتلف بيه، وهنمشي بيه في كينجز لاندنج عشان الناس تتعاطف مع اليسنت وهيلينا. اوتو هاي تاور بقى ولعبه السياسه، وكانت حركه حلوه جدا منه، لا فرقت فعلا في الاحداث. الناحيه الثانيه في دراجون ستون كلهم بيلوموا رينيرا انها عملت كده وانها سفحها للاطفال وقتلت الاطفال وهكذا، لحد ما هما بيتكلموا كده بصت لديمون وعرفت ان هو اللي عمل العمله دي. طبعا المجلس بيتفض وبتقعد مع ديمون بتقول انت غيران مني، انت عايز تسوق سمعتي في المملكه وي. قال لها لا انا ما قلتش كده، انا قلت اقتلوا ايموند، ما قلتش اقتلوا اطفال خالص. هل فعلا هو قال كده ولا ما قالش؟ احنا فعلا ما نعرفش ولحد دلوقتي ما ظهرش. وديمون من الاخر كده قال لها انا سيب لك البيت وماشي واخد بعضي واروح قلعه هارين هول اشوف ايه الدنيا هناك. والناحيه الثانيه في الخضر كريستين كول مش قاعد على بعضه، عمال ياكل في نفسه كده، انا السبب مش انا السبب. راح ماسك في ايه؟ في ايريك، قال له دي كانت المناوبه بتاعتك، انت سبتهم ليه؟ ده يقول له انت كنت فين وده يقول له انت كنت فين، رموها على بعض يعني. لحد ما كريستين كول بيجي له فكره من افكاره دي، بيقول له انت هتقتحم القلعه وهتقتل رينيرا. قال له ازاي؟ قال له انت هتعمل تمويه اخوك هناك محدش يعرف يفرق بينكم، وهتخش القلعه وتقتل رينيرا. ودي كانت خطه متهوره جدا من كريستين كول. في نفس الوقت اوتو هاي تاور بيعرف الخطه الفاشله دي وبيروح للملك ايجون بيقول له انت عملت كده ليه وخدت راي مين؟ قال له من الاخر كده جدي انت خلاص راحت عليك، ومن النهارده انت مش الهاند اوف ذا كينج ولا حاجه، اخويا كريستين كول هو اللي هيبقى الهاند اوف ذا كينج. ومن الاخر كده انت هتلبس الجلابيه وهتبقى مستشار لرئيس الجمهوريه. لا ما قالش كده طبعا، قال له من الاخر انت هتلبس جلابيه وتروح بقى اولد تاون تقعد هناك، خلاص كده مهمتك هنا خلصت. وطبعا اوتو هاي تاور بيسمع الكلمتين دول بياخد الشعار ولا العلامه بتاعه الهاند اوف ذا كينج بيرميها في وشه وقال له يا ابني انا اللي خليتك ملك، انت مجنون ولا ايه؟ قال له كده حرفيا، قال له انت من غيري ولا حاجه، وخد نفسه ومشي. ونرجع تاني لدراجون ستون، واحد من احلى المشاهد في الحلقه دي، ايريك واريك عملوا قتال فعلا ملحمي ونهايه الشرف لكل منهم، ده بيدافع عن الخضر وده بيدافع عن السود، اخوات بيحبوا بعض بس الحرب خلتهم يقفوا قدام بعض. وكانت نهايه حلوه جدا بالنسبه لي نهايه الحلقه الثانيه. وبتبتدي الحلقه الثالثه بحاجه غريبه جدا بين عيله البراكن والبلاك وود، البراكن دول مع الخضر والبلاك وود مع رينيرا او السود، والعيلتين دول في عداوه تاريخيه بينهم، في ملاحم تاريخيه بينهم، حتى لحد دلوقتي مش عارفين اصلا اول مشكله كانت على ايه، بس اللي نعرفه لحد دلوقتي ان العيلتين دول بينهم مصانع الحداد، الاثنين ما بيتفقوش في اي حاجه. ونتيجه المعركه دي ما بيجيبوش طبعا المعركه بيجيبوا نتيجتها هو بحر من الدم والمقتولين. بعد كده بنشوف ان كريستين كول مجمع جيش عشان خلاص بقى هيبتدي يعمل غزوات وياخد القلاع اللي في سكته والقلاع اللي موالين رينيرا، ويعني هيعمل زي غزوات كده، وبياخد معاه شخصيه جديده هو اخو اليسنت هاي تاور. وكده اول ما قعدوا مع بعض دقيقتين واليسنت اتكلمت مع كريستين كول، اخوها لقط ان في بينهم حاجه، اي حد هيشوف الموضوع ده، فهو لقط كده، ودي حته كده ايه من حته هاي تاور كده، لا الواد لقط فعلا. وفي كذا قعده حريم كده مع بعض عايزين نتكلم عليهم عشان ما نرجع لهمش تاني، واولهم رينيرا مع ميساريا راحت تقول لها انا عايزه حريتي زي ما ديمون قال لي هديها لك، فتمام رينيرا بتديها لها. بعد شويه ميساريا بترجع تقول لها لا انا هقعد معاكي وعايز اشتغل معاكي بس انا كده بقيت حره خلاص، وبيتفقوا مع الموضوع ده، وبنعرف ان خلاص ميساريا هتقعد مع رينيرا وهتبقى ايه زي وزيره الهمسات برضو في القلعه هناك عندها. وبنشوف حوار تاني بين رينيس ورينيرا، بتقول لها الحرب دي ممكن ما تقومش لو انت رحت لاليسنت واتفقتي معاها، وممكن كل ده ما يحصلش، جربي تروحي وشوفي ايه اللي هيحصل. وبنعرف بعد كده ان رينيرا هتسمع كلامها وتروح. وفي قعده ثالثه بين رينا ورينيرا، تحس ان رينيرا عايزه تخلص كل الاعداد دي، ورينا هي بنت ديمون، وبتقول لها تاخد ولادها وتروح بيهم بنتوس دي اللي هو كانت قاعد فيها ديمون ومراته، اللي هي البلد اللي مراته ماتت فيها. ورينيرا بتقول لها بصراحه كده عايزه تروحي روحي، مش عايزه تروحي ما تروحيش، بس انت جوزك مات ومعكيش تنين، ومن الاخر كده انا عايزاكي تروحي هناك وبراحتك، يعني بتقول لها ايه من الاخر هتروحي عافيه يعني بس براحتك. وفعلا في الاخر رينيرا بتقنعها وبتروح بنتوس. وفي حته عجبتني في المشهد اللي بعد ده حلوه جدا، هو الربط بين عالم جيم اوف ثرونز وهو بيض دينيريس وهو بيض التنين اللي كان مع دينيريس دراجون بقى والاثنين التانيين اللي كانوا معاها.
الربط ده حلو جدا في المسلسل، وتحس ان انت في كده لا في فعلا ربط بجيم اوف ثرونز، حركه حلوه بصراحه بين المسلسلين وعجبتني انا شخصيا. ومع كل الاحداث دي ديمون قاعد في هارين هول عمال تقريبا محشش وعمال يفكر في حاجات غريبه، ورينيرا عماله تطلع له وعمال يحارب في نفسه وعمال يهلوس طول الحلقه. فديمون حاليا عايش في حاله تهييس وهوس او سحر لسه ما نعرفش، بس هي حاله غريبه عايش فيها في هارين هول دلوقتي. ودخلته في هارين هول طبعا كان مشهد ملحمي بالنسبه لي. وفي الوقت ده كريستين كول والجيش بتاعه هو ماشي مع اخو اليسنت كده وبيتمشوا يعني، فبتشوفهم بيلا من على التنين بتاعهم، بيلا اللي هي اخت رينا اللي هي بنت ديمون. واول ما بتشوفهم هي بتجري وراهم بالتنين بتاعها، لا حرفيا هي بتجري وراهم بالتنين بتاعها، هي ولا ضربت نار ولا دراكاريس ولا اي حاجه، هي سابتهم تجري وقعدت تجري وراهم، ما خدتش اي اكشن يعني. وفي مشهد عبثي كده بنلاقي رينيرا راحت كينجز لاندنج وراحت قعدت مع اليسنت، كل ده مثلا في 3 دقايق هي رينيرا راحت كينجز لاندنج كده عادي على رجليه. المهم بتحصل مواجهه بينهم، ورينيرا بتقول لها ده ايجون الفاتح ومش ايجون الفاتح، واليسنت قعدت تفكر ايه ده هو مش ايجون ابني ومش عارف ايه، وكل واحده بدات تترجم كده الكلام اللي قاله فيسيريس وهو بيموت. في الوقت ده رينيرا اتاكدت انها ورثت العرش ده، واليسنت اتاكدت انها عملت مصيبه، والاثنين بيتكلموا وما بيتفقوش، وبيقولوا في الاخر ان الحرب كده كده جايه، والحلقه بتنتهي على كده. بتبتدي الحلقه الرابعه ان ديمون لسه عمال يهلوس ولسه عمال يشوف رينيرا وعمال يحلم بيها، والحلم اتحول لحقيقه، وعمال يشوف اسحار حواليه وعمال يشوف جدي اسود، في حاجات بتحصل كده احنا مش عارفين. في نفس الوقت حد بيجي يقول لديمون ان حد من عيله التالي عاوزك، طب انت عايز ايه ومين، طب جدك لسه عايش، طب انت جاي لي ليه، طب انت مالكش لازمه. في الاخر بيقول له موت جدك وبتاع كلمني. وبعد كده بيجي مشهد لرينيس وهي واقفه مع الين، وتقريبا الين ده ابن كورليس الباسترز، ابنه الغير شرعي، وبيدخل عليهم كورليس ورينيس بتقول له ما شاء الله الخالق الناطق، لو ربى بس شعره هيبقى الخالق الناطق انت. بعد كده بنروح لمشهد لكبير الحكماء وهو جايب الشاي اللي هو بتاع الاجهاض لاليسنت، للشريفه اليسنت هاي تاور، بيجيب لها الشاي بيقول لها اتفضلي، فقالت له لا ده مش ليا، ده بتاعت واحده كده وانا رايحه لها وبتاع ومش عارف ايه. طبعا كبير الحكماء قاطع عليها وعارف ان هو ليها، بس ماشي يا ملك اليسنت انا هعمل نفسي مش واخد بالي. وطبعا ده بيقول لنا هي وصلت مع كريستين كل حد فين، يعني هي واضح انها يعني متعمقه في الموضوع. طبعا المجلس الاخضر عامل اجتماع، بس المجلس ده بيبين حاجه ان ايجون ملوش فيها خالص، كل اللي متحكم في المجلس الاخضر هو ايمون. وطبعا اليسنت ما كانتش حاضره المجلس ده لانها طبعا كانت بتضرب الشاي، حتى لاريس داخل عليها قال لها انت ما جيتيش ليه يا اليسنت، يعني انت ما جيتيش ليه الاجتماع وكده، قالت له لا والله تعبانه شويه، قال لها لا طب خلينا نشوف رجلك بقى فنانه الفتره الجايه عشان وحشتينا كده يعني. في نفس الوقت برضو في اجتماع للسود في دراجون ستون، ورينيرا رجعت قالت لهم انا كنت مع اليسنت والحرب هو الحل، انا ما عرفتش اتفق على اي حاجه، هنحارب يعني هنحارب. وبيعرفوا ان في حرب في الروكس ريست كده، طب مين اللي هيروح، طب مين اللي هيروح. رينيس قالت انا هروح اخلص الدنيا اللي هناك. رينيرا قالت لها تمام، بصت لها كده وقالت لها ماشي يا ميليس تمام. وبتبدا المعركه بعد 3 حلقات ونص من الفرشه السياسيه والاحداث السياسيه، مفيش بقى دانس اوف ذا دراجون، لا احنا بنشوف بقى الدانس ده في النص ده من الحلقه. الحرب بتبدا ان كريستين كول ورجالته واقفين في الغابه، والعيلتين او القلعتين اللي هو استحوذ عليهم مطلع الرجاله بتاعتهم تحارب قدام، لما يموتوا بقى نبقى نطلع. بس رينيس بتيجي بالتنينه ميليس وبتغير موازين الحرب. وكانت خطه ايموند لما التنين يطلع هو هيطلع بفيجار يخلص الدنيا دي، بس فجاه بنلاقي الملك جه ومعاه سان فاير، فايموند بيقول لفيجار استني انت يا فتاه دلوقتي، اصبري بقى لما نشوف بقى اخويا المجنون ده هيعمل ايه. وبنشوف واحد من احلى المشاهد في الموسمين، مش في الموسم ده بس، بنشوف معركه ميليس مع سان فاير، وان ميليس خلصت عليه كده لحد ما فيجار يطلع بيقلب برضه موازين الحرب. فيجار وما ادراك ما فيجار، يعني فيجار فعلا تنينه حرب، لا هي حاربت كتير وعندها خبره، تحس انها عتيقه في الشغلانه. وبيحصل ملحمه بين 3 تنانين مش تنانين بس، واحد من احلى المشاهد اللي انا شفتها، 5 دقايق 10 دقايق كده، لا ملحمه فعلا، ومفيش حاجه وحشه ولا تصوير وحش ولا اخراج وحش ولا اي حاجه، المشهد كان عبقري بصراحه عجبني جدا. وطبعا كل ده مشهد ملحمي بموت رينيس وميليس الملكه التي لم تكن، فعلا كان مشهد موتها مشهد خرافي. وفي وسط كل ده بقى كريستين كول رايح للملك مش عارف ايه، وقع من على الحصان، يعني 3/4 الجنود ماتت. كريستين كول بقى بعد ما الحرب ايه كده انتوا فين، وبيصحى كده ايه يا عم انت كنت فين، لا انا كنت مقايل شويه. فكريستين كول برضو ما ماتش، لا انا مش طايق الصراحه كريستين كول، يعني انت هتموت امتى، انت الناس اللي بيقروا الكتب وبتاع يقول لنا في الكومنتات الراجل ده مكمل معانا ولا ايه. وبتنتهي الحلقه الرابعه اللي ايموند عمل فيها كل حاجه، وده بيعوض قله ظهوره في ال3 حلقات اللي فاتوا. قتل رينيس وميليس، واحد من اهم نقاط القوه في الحزب الاسود، قتلهم كده، لا ده هات فيجار خلص عليه في لحظه من اللحظات، خد معاه اخوه ايجون وسان فاير، ما نعرفش مثلا وكان راح يقتله لما شاف كريستين كول مثلا وقف، ما اعرفش برده، كان ماشي غريب بالنسبه لي. كل ده هنعرفه في الحلقات الجايه. وطبعا ده يعتبر انتصار لايموند اللي بقى رقم 1 دلوقتي في كينجز لاندنج، ويعتبر هو الوريث الشرعي لايجون لو ايجون مات يعني، لاننا ما نعرفش
اللي حصل له لحد دلوقتي. الحلقه الاولى والحلقه الرابعه اهم حلقتين بالنسبه لي. الحلقه الاولى حلوه جدا، بدأنا ننزل في الثانيه، في الثالثه، لحد ما بنطلع تاني في الرابعه. 4 حلقات مستوى متوسط، الحلقه الرابعه احلى حلقه فيهم. لو شفت الموسم ده او شفت ال4 حلقات دول قول رايك في الكومنتات، ولو انت لسه ما شفتهمش لازم تروح تشوفهم، انت لازم تروح تشوف الحلقات. لو حابين نكمل كده في اخر المسلسل بقى نقول مثلا ال4 حلقات التانيين، ولا مثلا حلقه بحلقتها، قول لي رايكم برده في الكومنتات. اول مره اعمل فيديو طويل كده، قولوا لي رايكم في الكومنتات. لو عجبكم نكمل كده عادي. وبس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. ولو عايز تابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت الديسكربشن. وبس كده، سلام.